العمر البيولوجي والعمر الحقيقي وإيه الفرق بينهم، وإزاي بتلاقي في شاب عنده 20 سنة وكأنه كهل عنده 50 60 سنة، وإزاي واحد عنده 60 و70 سنة وبيلعب رياضة وبيدخل أولمبيات وبيفوز، وقصص كبيرة هنعرفها وهنعرف إيه سرها. في حاجة اسمها العمر البيولوجي، يعني انت مهما كان تقدم سنك ايه هي القدرة بتاعتك اللي انت تقدر تأديها وجسمك وحيويته، وده يقاس بحاجة اسمها العمر البيولوجي. هتلاقي ان في ناس سنها عدى 70 و80 سنة وبتضحك وبتهزر وتلاقي بشرتها جميلة ونضرة وجذابة. السبب في كده ان هم بيحافظوا على العمر البيولوجي بتاعهم عن طريق حاجات كتيرة جدا، عن طريق ممارسة الرياضة، عن طريق استخدام الأغذية اللي فيها مواد مضادة للأكسدة، وعن طريق اهتمامهم بالبشرة بتاعتها وتغذيتها بالفيتامينز، واستخدام التقنيات الحديثة للحفاظ على البشرة وعلى نضارتها. زي مثلا ان انت تغذي البشرة بتاعتك باستخدام الميزوثيرابي، او تستخدم الليزر عشان يحفز الكولاجين ويدي نضارة مع جهاز الراديو فريكوانسي، وحاجات كتيرة جدا 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 واسرار كتيرة للجمال هتعرفها مع الدكتور محمد جمال. تابعونا وإن شاء الله تعالى تستفيدوا معانا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.